صدقني كلمته مره واثنين وثلاثه واربعه ومفيش فايده. قلت له الضرب ما بيجيبش نتيجه. قال لي لو ما بيجيبش نتيجه ربنا شرعه ليه؟ رخصه ليه؟ قلت له لا استنى بقى. اولا ربنا ما شرعش الضرب اللي حضرتك بتضربه. ربنا ما قالكش اضرب بالشلاليت والبنيات والروسيات ولا تضرب الوجه ولا تنفخ ولا تكسر ولا تورم. ايه؟ طب في معركه حاله مصارعه ده يلا واحده ست غلبانه يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصاك ايه؟ وصاك عليه. لكن الضرب في الاسلام تضرب بمشط في ايدك، بسواك، قلم رصاص، تمسك ودانها كده كبيرها يعني. لان الضرب في الاسلام مش مقصود بيه الضرب نفسه ولا الوجع، لا، مقصود بيه الاهانه. شوفي انت وصلت نفسك ليه بقيتي تتضرب زي العيله الصغيره. لعل وعسى الشعور ده يحرك فيها شيء تقوم الدنيا ايه تمشي. وبعدين الضرب يبقى في حجره النوم. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، نمرة واحد، واهجروهن في المضاجع، برضه في حجرة النوم. تديها ظهرك كده، مش تاخد وتروح تنام في سرير تاني ولا هي تروح تنام، لا غلط، في حجرة النوم. واضربوهن برضه في حجرة النوم. شايف جمال الاسلام. الولاد ما يسمعوش حتى العتاب اللي بينك وبين امهم، لان ده بيربي فيهم ايه يعني في النفسيه حاجات مش كويسه، بيطلعوا معقدين. ما بالك بقى لما يشوفوا امهم اللي هي تعتبر منبع الحنان بالنسبه لهم بتتضرب قدامهم. والله لو انت بتجيب لهم لبن العصفور هيكرهوه، والله هيكرهوه. ولا يمكن ابدا هتقدر تشيل المشاهد دي من ايه؟ من دواخلهم. خلي بالك الست نفسها هتكرهك، لان اصعب حاجه للست تتهان قدام ولادها، لانها بالنسبه لهم مثاليه. فانت شوف بقى اللي انت عملته، اصبحت مكروه في البيت بغبائك. العيال بتكرهك والست بتكرهك، وده اوحش حاجه. وبعدين انت مفكر كده يعني انت سيطرت كده؟ سيطرت ايه يا خايف؟ انت سيطرت على نفسك، انت خايف. انت العمليه مش بالضرب. انت ممكن تمشي البيت بالصوت، شخيطه واحده كده تلاقي البيت كله كده ايه نار، ببصه والله حتى ببصه. اللي بيضرب ده الانسان الناقص العاجز، اللي هو اصلا يبقى مضروب من طوب الارض بره ويخش البيت بقى يفرد عضلاته ويعمل ايه؟ لا، النهارده بتفرد عضلاتك على عيالك وعلى مراتك، بكره القوامه هتتاخد منك والملائكه بقى هي اللي هتديك على دماغك. ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم. لان ربنا ما بيحبش الظلم ولا ربنا شرع كده اهو، عشان بس نبقى فاهمين.